ناس كتير سألتني هل فيزا بنك المشرق نيو بتتربط بإنستا باي ولا لأ. فحبيت أعمل لكم فيديو سريع كده كتجربة عملية لطريقة ربطها. بس قبل أي حاجة لازم تكون شفت الفيديو اللي فات بتاع تجربة تفعيل فيزا المشرق نيو، لأن الفيديو ده هيوريك إزاي تفعل الفيزا عن طريق التطبيق إن أنت تعمل لها البين كود، ولازم تكون عملت البين كود ده عشان لو ما اتفعلتش الفيزا هتترفض معاك على ربط انستا باي وترجع تقول إن هي مش شغالة انستا باي. فأنت لازم ترجع للفيديو اللي فات، بعد كده تقدر تربطها بانستا باي زي ما هوريكم كمان شويه. دلوقتي انا دخلت على انستا باي، وبعد كده اول حاجه اخترتها هنا اللي هو اضف حساب جديد، وبعد كده اخترت من ضمن الحسابات بنك المشرق. طبعا بنك المشرق من ضمن البنوك المدعومه في انستا باي. وبعد كده بيطلب مني هنا 16 رقم بتوع الفيزا، هتلاقيهم على ظهر فيزا المشرق نيو. وبعد كده هنا بيطلب مني الرقم السري بتاع البطاقه، وده البين كود اللي انت عملته عن طريق التطبيق. وبعد كده هنا بياكد عليا ان الحساب هو بنك المشرق، هنا باكد عليه وبعمل صح. وبعد كده هنا بيقول لي حط الاي بي اي او عنوان الدفع اللحظي اللي بيتحول لك عليه الفلوس، وخلي بالك لانك ما تقدرش تعدله بعد كده. وبعد كده هنا بتعمل التالي، وبعد كده هنا المفروض بيوصل لي كده زي او تي بي على رقم موبايلي اللي ربطه بفيزا المشرق نيو مكون من 6 ارقام. وصلني دلوقتي الاو تي بي، حطيته زي ما هو، وبعد كده بيقول لي حط رقم سري مكون من 6 ارقام لاي معامله. خد بالك الرقم السري ده خاص بانستا باي، ده مختلف عن الفيزا، بيبقى مكون من 6 ارقام ولازم ما يكونوش مثلا 1 2 3 4 5 6، لا تبقى ارقام يعني ايه مختلفه عن بعض عشان ما يبقاش سهل ان حد يتوقعها. تحط بقى 6 ارقام، وبعد كده بيطلب منك هنا تاكيد ال6 ارقام تاني، وبعد كده مبروك عليك تم اضافه حساب المشرق نيو. دلوقتي اقدر اعمل استعلام عن رصيدي في الفيزا او احول منها او عليها، او اقدر اعمل كشف حساب براحتي خالص. وبالتالي كده فيزا المشرق نيو بتتربط بانستا باي بدون اي مشاكل. اتمنى بكده الموضوع يبقى سهل بالنسبه لكم. لو في اي حد عنده اي مشاكل يتفضل يكتبها في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.